بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض مكدوس الليمون القضاليا او مخلل الليمون القضاليا، وانا عاملاه بالطريقه السريعه. بصوا شكله ولونه تحفه، وده لسه كمان ما قعدش، يعني انا لسه عاملاه دلوقتي حالا، فطبعا موريهولكوا على طول اهو. يلا بينا نجيب الليمون ونشوف هنعمله ازاي. الليمون القضاليا بيبقى ليمون طبعا كبير الحجم، طبعا غير الليمون البلدي بتاعنا، وبيبقى قشرته تخينه شويه، ففي التخليل بيبقى طعمه حلو قوي. بجيب القطاعة بتاعتي وبحط الليمون واقطع الجزئين اللي بره دول، واقسم الليمونة بالنص، واحاول ان انا اخرج البذر على قد ما اقدر، اخرج البذر منه على قد ما اقدر. تمام كده. المهم ان هو بيبقى فيه بذر كتير قوي، فانا عشان هعمله قطع صغيرة ويتاكل على طول، فبحاول ان انا اخرج منه البذر. اعمل بقى كده طبعا لحد ما اخلص الكمية كلها. وخلصت كده الكمية كلها اهو، على قد ما اقدر نزلت البذر منه. وبعدين اجيب حلة وانزل بالليمون، وبعدين اغطيه بالميه، ما اغطيهوش قوي، احط بس ميه، يعني ايه التلتين اللي تحت بس ميه عشان هو لسه هينزل ميه. واحط كمان 3 معالق كبار ملح. اخده بقى اولع البوتاجاز واحطه حوالي من 8 ل 10 دقايق بالظبط. الليمون القضالي على قد ما قشرته تخينه بس بتستوي بسرعه قوي. في الفتره دي اجهز الخلطه بتاعتي: جزر مبشور، والهريسه بتاعه الفلفل اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في القناه. ده فلفل مطحون بملح وكمون وشويه ليمون. واحط بقى حطيت طبعا الحاجات اللي انا حطاها دي، حطيت عصفر وحبة البركة وشوية كركم وملح، قلبت جامد اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص كده وركنتها على جنب. بصوا في حوالي 8 دقايق بالظبط الليمون نفسه طري، يعني القشرة طريت قوي، بس انا مش عايزة اكتر من كده، انا مش عايزاه يستوي يتهري. اخده بقى في مصفى واصفيه، والمية اللي تحت دي طبعا مش هرميها، انا هحتاج المية اللي تحت دي تخللي فيها زي ما انت عايزه. تقدري تنضفي بيها حلل، بتخلي الحلل نظيفه قوي. انا بحب اقطعه كده، في ناس بتحب تعمله في الكبه، لا انا ما بحبوش، يعني بيبقى مهري قوي. انا بحبه قطع كده اهو. هو هنا لسه سخن قوي طبعا، مش عارفه امسكه، فمسكته بالشوكه وافضل اقطع قطع كده. انا كنت مستعجله وعايزه اعمله بسرعه، وانا بقى بقطع كده لو لقيت بذره اركنها على جنب، يعني احاول بقدر الامكان ان هو ما يبقاش فيه بذر. طبعا هحافظ على القلب بتاعه ده. خلاص كده الكميه كلها قطعتها. اجيب بقى الخلطه اللي احنا عملناها سوا، واحط عليها الليمون كله بالقلب بتاعه كله، واقلبه كده جدا عشان كله يمتزج ببعضه. تقدري تخلليه كده بس من غير سوائل، وتقدري تحطي عليه شوية مية ليمون، انا بحب احط عليه شوية مية ليمون. البرطمان لازم يكون متعقم، انزل بحبة حبة في البرطمان كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين انزل كمان بشوية مية الليمون، شوية بس، عشان دي كلها ليمون وبتبقى مززة فبيبقى طعمه حلو قوي. احط حبة ليمون واحط حبة مية، يعني لحد ما البرطمان كله اتملى عندي اهو. بس خلاص ابدا بقى ان انا انضف حوالين البرطمان واغطيه. خلاص كده الليمون بتاعي يكون جاهز، وكده ان شاء الله بكره تاكلي احلى ليمون مخلل. بجد بيبقى سهل وبسيط وفي نفس الوقت طعمه حلو قوي. اهم خطوه ان انا بقلبه كده، وتاني يوم بعدل البرطمان عشان اخرج منه اي بكتيريا او اي هوا. بس كده، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.